كل المباراه كنت بتبدا بشكل اساسي وكان وجودك بشكل فعال مع نادي الزمالك؟ والله بص، انا سايب الموضوع ده طبعا في الاول وفي الاخر، ده هي وجهه نظر جهاز فني ووجهه نظر نقاد في النهايه، نقاد ناس بتشوف اذا كنت انا بأدي بشكل كويس اكون موجود في المنتخب، او في اسباب اخرى طبعا دي تبقى الله اعلم. انما طبعا اكيد في ناس بتشوف، في ناس بتتابع، والحمد لله انا ببذل مجهود وكده. انما هي ايا كانت الامور يعني، موجود يبقى طبعا اكيد ده شرف ليا، مش موجود يبقى خلاص يعني هي وجهه نظر. انما يعني نبقى فاهمين ليه، بس مش اكتر من كده. اللي عديها عبد الواحد السيد كان بيدعبك اكيد. عبد الواحد انت ليك رؤيه كقائد كبير لمنتخب مصر وكلاعب دولي وعميد لاعبي العالم، وشايف الدور لعبد الواحد السيد مع نادي الزمالك في المرحله دي. اكيد طبعا، اكيد طبعا عبد الواحد وكل اللعيبه الكبار. وعايز اقول لك ان الروح الحلوه اللي موجوده بيننا وبين بعضينا، اعتقد ان كل اللعيبه الكبار ليها دور طبعا، وبما فيهم طبعا عبد الواحد وكل اللعيبه. الروح اللي شايفها انت، الروح اللي بنتلم كلنا مع بعضينا، الروح اللي موجوده بيننا وبين بعضينا كلعيبه، اعتقد ان دي بتنعكس كمان جوه الملعب. من الروح دي اسال بقى الكابتن احمد حسن عن موضوع التجديد، خاصه ان البعض اثار ان احمد حسن فييرا طلب ان يتم تاجيل هذا الملف لنهايه الموسم، فتحك في التجديد ولا لا؟ والقصه ايه بالظبط؟ اعتقد ان فييرا رد على الكلام ده تماما، وقال ان كل الكلام ده كلام، انا ما قلتش الكلام ده، والكلام ده عار تماما من الصحه. انا بصفه شخصيه طبعا انا متاكد ان الراجل متمسك بيا بشكل كبير، لاني راجل قد ايه عارف ان انا ببذل مجهود. انما مش هي دي الفكره مش كده. مش مساله تجديد من عدم، مساله لازم يبقى في تقارب وجهات نظر. تقارب وجهات نظر دي ان الناس النهارده لو طالبين يجددوا زي ما انا قلت قبل كده، مش هي دي المشكله ان احنا لازم نتكلم في القديم عشان نبدا نتكلم في الجديد. هي دي كل المشكله. انما كده احنا انا موجود، وان شاء الله باذن الله بس الامور تتحل عشان نقدر ان احنا نتكلم في المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه ممكن تبقى مرحله حرجه. انت لسه يعني الظروف صعبه في الوقت الحالي. فانا ما اتمناه ان شاء الله باذن الله، لاني خدت اكتر من وعد ان يبقى في حلول، ولكن للاسف ان هي ما بتتمش. نتمنى ان شاء الله تتم الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا. مبروك اللعبه كلها. محمد قول لي النهارده وجودك على مقاعد البدلاء السبب ايه؟ ده عادي، احنا كلنا فرقه واحده وكله بيلعب يتمرن كويس وكله جاهز. فالطبيعي مستر فيرا يلعب كل الناس عشان كله يبقى في فورمه واحده، عشان لما يحتاج اي حد يبقى جاهز. هو متفق معاك على كده ان بقى المجموعه الاساسيه بيدخرها للدوره الرباعيه اللي هتحسم بطوله الدوري؟ لا، احنا ما عندناش اساسي واحتياطي، احنا كلنا لعيب واحد وكلنا تيم واحد وكلنا اساسيه، كلنا في اي وقت هنلعب هنأدي، كلنا في اي وقت هنبقى قاعدين هنأزر اللي ما بيلعب، كلنا واحد دلوقتي. تاخر الفوز للحظات الاخيره دايما في مباراه الزمالك كيف تراه؟ لا، احنا بنلعب، احنا عندنا اراده بنلعب لحد اخر ثانيه، والوقت بيجي الفوز، وقت ربنا يبقى راضي ان احنا نجيب جون بنجيب، الحمد لله على المكسب اهم شيء يعني. معادله صعبه، مفيش مستحقات لكن نجاحات وانتصارات لنادي الزمالك رغم كابو بتروجيت، المعادله دي حلتوها ازاي؟ لا، احنا فاصلين ما بين الماتشات وما بين المستحقات. طبعا احنا المستحقات ما بناخدش فلوس، الناس كلها عارفه عشان ما حدش يطلع بس يتكلم ويقول اللي احنا بناخد. احنا بقى لنا فتره كبيره وما بناخدش فلوس. قالوا انكم خدتوا اخيرا 6% من نسبه العقود. قالوا بس ما خدناش، هم ممكن يكونوا قالوا بس ما خدناش حاجه. وبعدين ايه 6%؟ حتى لو خدنا 6% ايه 6%؟ فاحنا ما خدناش حاجه. فاحنا ما عندناش مشكله، احنا بنلعب الماتشات شيء، والفاصلين ما بين التمرين والماتشات وما بين المستحقات لما يبقى في اللي هم يرضوا علينا ويدونا مستحقاتنا ما عندناش مشكله. محمد ابراهيم يا عمر بيتكلم كلام كبير قوي، قال لك ما فيش مستحقات، ايه رايك في الكلام ده؟ لا، احنا بنلعب عشان والله بنلعب عشان خاطر جمهور نادي الزمالك، مش اي حاجه يعني. احنا نفسنا نفرح جمهور نادي الزمالك، بقى لهم كتير ما فرحوش، نفسنا نحقق بطوله السنه دي فناخد مستحقات. لا، احنا هنستنى، مش هنزهق يعني، وهنلعب اخر دقيقه وهنموت نفسنا عشان خاطر جمهور نادي الزمالك مش اكتر. يمكن عمر جابر من اللعيبه اللي جوكر بيستخدمها مستر فييرا سواء كظهير ايمن او كجناح ايمن، لكن في بعض الاحيان بتبعد عن التشكيله الاساسيه، ده بيأثر على مستواك عشان كده بيشوفك في بعض المباراه عالي قوي ومباريات اخرى بيبقى مستواك بيتأثر بتغيير المركز؟ والله لا، يعني الحمد لله يعني مستر فيرا بيلعبني في كذا مركز. انا بحب اللي العب في كذا مركز، ما عنديش اي مشكله. حته اللعبه ومش اللعبه دي بتاعت مستر فيرا، ووجهه نظره لازم احترمها طبعا. راجل عارف اولويات كل ماتش وعايز كل ماتش محتاج ايه، عارف كل ماتش اللعيبه اللي محتاجه ايه. فانا ما عنديش اي مشكله، عمري ما هتكلم معاه او هتخانق معاه زي ما الناس قالت. عمري ما اتخانق معاه خالص، انا بلعب او ما بلعبش ما بتكلمش. لما مستر فيرا بيحتاجني بكون على قد المسؤوليه، ولما ما بيحتاجنيش عادي بقعد ما بتكلمش يعني. قول لي كنت بتحتفلوا بعيد ميلاد مين قبل الماتش؟ احمد عيد. النهارده لا، ده كان واحد صاحبنا انا ومحمد بس توفى، فكنا عاملين له تيشرت كده عيد عشان عيد ميلاده. هو من الاخر كده يا كابتن شوبير، على فكره هو كان عيد ميلاد احمد عيد عبد الملك، فواضح ان لعيبه نادي الزمالك اتفقوا ان يسيبوا له ضربه هديه النهارده. طب قول لي انتوا كلاعيبه منتظرين هديه ايه من مجلس الاداره؟
هي ما فيش حاجه، هي الفلوس بس يعني. بس احنا برضو يعني الفلوس طبعا متاخره السنه دي، ما خدناش حاجه خالص او خدنا جزء صغير قوي. جزء صغير يعني ما يعملش حاجه للعيبه. بس احنا برضو زي ما بنقول الحمد لله بنكسب وبنلعب وما عندناش اي مشاكل يعني. شكرا لك. كابتن شوبير، معانا النجم محمود فتح الله نجم نادي الزمالك، وهو وعدنا قال هتكلم في كل حاجه. هو في حاجه وقعت منه بس هو فتح الله قول لي في كل حاجه انت تقصد بيها ايه؟ كان ماتش نبتدي من الماتش النهارده، الماتش اخباره ايه؟ ده ماتش كويس يعني. لا ببارك للعيبه طبعا والجهاز بنلعب فريق محترم. يكفي ان معاهم جهاز محترم. كابتن اسماعيل يوسف طبعا مدرب كبير ووجوده طبعا مدي الماتش حماس لانه مدرب كبير طبعا. فوز مهم و مش مهم قوي. الحمد لله الحمد لله. طيب محمود فتح الله يا جماعه احد اهم اللاعبين في نادي الزمالك، وبالتاكيد وقوع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده في دوري ابطال افريقيا هيكون ليه منظور خاص. محمود فتح الله كيف ترى هذا الامر، وهل هيكون زي البطولات اللي فاتت ولا هيبقى في اختلاف في الموسم ده؟ لا يعني بص احنا يعني الحاجات دي واحده واحده. احنا دلوقتي عندنا بطوله دوري، وبطوله الدوري اهم طبعا. ان شاء الله مركزين فيها وبعد كده بقى هنبص لدوري المجموعات اللي هو طبعا مجموعتنا قويه. يكفي ان فيها الاهلي وفيها فريق خد بطوله نيوبار وفريق جنوب افريقيا فريق قوي يكفي انه مطلع مازيمبي. فمجموعه صعبه، لكن احنا مستعدين لان دور الثمانيه اكيد هيبقى فيه 8 فرق صعبه يعني. اي حد هيبقى معانا تبقى مجموعه صعبه وقويه يعني. فاحنا في الزمالك مختلف عن المواسم السابقه ممكن يراهن عليه الزمالك ويطمن بيه جماهيره. بص انا شايف ان اللعيبه بتتعب، الجهاز الفني بيتعب. لغايه دلوقتي على الاقل احنا الحمد لله يعني عاملين شكل كويس، اللعيبه مركزه. في حاجات كتير ممكن تخلينا نتشتت وما نركزش يعني. احنا طب قولها لي في نقط سريعه، ايه اهم الحاجات اللي لعيبه نادي الزمالك بتعاني منها؟ 1 2 3. لا ما احسن ده الطبيعي. بص يا رب، احنا الحمد لله انا شايف ان احنا لغايه دلوقتي ماشيين كويس، عاملين نتائج كويسه، بنأدي ملتزمين يعني. برغم موضوع المستحقات عامل فيه جواكوا فجوه كبيره من اداره نادي الزمالك. بص انا عايز اقول الاداره دي اداره نادينا اللي احنا بنحترمها وكلهم ناس محترمين وعارفين ان الظروف اللي بتمر بيها نادي الزمالك الانديه كلها بتمر بيها ومصر كلها بتمر بيها، ولكن احنا عندنا مشاكل، عندنا التزامات. يعني انا ما خدتش مثلا ليا فلوس السنه اللي فاتت كويس، زائد السنه دي خلاص بتخلص. احنا داخلين على ماتشات مهمه جدا، ان شاء الله احنا مركزين، بس داخلين على ماتشات بطوله افريقيا ودوري، ماتشات حساسه. زائد ان احنا لنا التزامات، عندنا بيوت، فاتحين بيوت، ولما تقعد سنه او يبقى لك فلوس من السنه اللي فاتت، فدي اكيد انا شايف انها مشكله. اتمنى انها تتحل باقصى سرعه عشان احنا يعني لا يعني الموضوع بتصعب يعني. فتح الله، يعني المشاكل دي كلها مجلس الاداره قال يعني قوم الدنيا وما قعدهاش، اما قالوا ان هينهي فترته مبكرا، ان هم منتظرين الشهرين اللي فاضلين عشان ينهوا كل هذه الازمات. انت ايه تعليقك؟ انا اتمنى ان الازمات تنتهي عشان النتائج تستقر، لان احنا داخلين على زي ما قلت لك ماتشات جامده والدنيا صعبه. لكن انا بتمنى ان الدنيا تستقر، ان الاداره تستقر، لان الوقت ده مش وقت لخبطه يعني. فاتمنى الاستقرار، واتمنى ان مشاكل اللعيبه تتحل باقصى سرعه. شكرا. امام كلمه السر في انتصارات نادي الزمالك في العديد من المباريات. حازم، كل اللعيبه، كل المهتمين بشؤون الكره في مصر او المحللين تحديدا بيسالوا عن سر الدفع بيك في الشوط الثاني، وليه ما بتبداش اساسي مع نادي الزمالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله النهارده على المكسب. اول حاجه نسبه حته المشاركه ديت بترجع طبعا للجهاز الفني المستر فيرا، هو اللي بيبقى شايف الوقت المناسب ان هو ينزلني فيه او ابدا الماتش او ما ابداش. فانا بحترم وجهه نظره، والحمد لله على المكسب يعني. الحمد لله. برضو نفس الموضوع، انت كلاعب بتتمنى انك تبدا من بدايه المباراه، ولا انك تنزل في اخر ثلث ساعه بتكون جاهز بدنيا بتعمل الفرق نادي الزمالك؟ ده الافضل بالنسبه لك كلاعب؟ لا اكيد طبعا، اي لعيب نفسه يلعب المباراه كلها، بيبقى عندك مساحه ان انت تقدر لو غلطت تقدر تعوض غلطك. ثلث ساعه بتبقى فتره قليله، بس زي ما انا قلت لك دي وجهه نظره وانا بحترمها طبعا.
واللي بيبقى اللي انا بقدر اعمله لما بنزل بحاول ان انا اغير شكل الفرقه، او اللي المطلوب مني بحاول ان انا اعمله، الحمد لله ربنا بيكرمني. كتعليمات مستر فيرا دايما بيقول لك ايه مع نزولك في اللحظات الاخيره من المباراه؟ هي التعليمات مش كلها زي بعضها، يعني بتختلف من ماتش لماتش. في انا اخر ماتشين هو مستر فيرا بينزلني باك رايت. الاول كنت بنزل العب تحت، كنا احنا بنلعب 3 تحت راسين حربه. ان بيبقى عندنا على طول لما بنزل بيبقى معظم الوقت اللي بنزله بيبقى فيه فرودين، احمد جعفر السيف بيبقى عايز كره عرضيه كتير. والنهارده كان تعليماته ان هم متكتلين بشكل جامد على الخطوط. فرقه الانتاج الحربي كانوا مقفلين بشكل كويس، كابتن اسماعيل يوسف طبعا حافظ اللعيبه كلها وكان قدر يقفل علينا، فكان بيقول لي ان انا اخش لجوه النهارده كتير، والحمد لله قدرت اخد ضربه جزاء لما دخلت جوه.